امبارح صحيت من النوم على رسالة من يوتيوب متوجهة بتقولي ان انت في خلال 30 يوم جاية لازم تصور فيديوهات وترجع اليوتيوب، يا اما مش هتكون من شركاء يوتيوب. فطبعا فكرت في الكلام ده وقلت انا لازم ارجع. بقالي سنة مش بنزل فيديوهات، وده كان حاصل بسبب شوية مشاكل شخصية. ده بعيدا طبعا عن اي حاجة، ان انا كمان ما كانش عندي مكان ابدأ ان انا اصور فيه الفيديوهات بتاعتي. الفكرة كانت ايه؟ الفكرة بالنسبة لي كانت ان انا لازم اعمل مكان اصور فيه باقل امكانيات نوعا ما. بدأت ان انا اشتغل فعلا على الفكرة دي، وخدت ركن بسيط من البيت علشان اقدر ان انا اعمل مكان واصور فيه ويكون على الاقل بيديني كواليتي كويس زي ما قلت لكم. فكان الحل الامثل بالنسبه لي ان انا اجيب ورق باناسونيك تقريبا اسمه، اللي بيتباع في المكاتب، وابدا ان انا الزقه على الحيطه ببلاستر دبل فيس. وبالفعل عملت كده، جبت الورق وبدات ان انا الزقه على الحيطه. بس كان في مشكله صغيره، وهي ان كده الحيطه مش هيكون فيها اي اشكال. فكان الحل الامثل بالنسبه لي ان انا ادخل على جوجل واكتب وول بيبر 4K، وبدات ان انا ادور على خلفيات علشان تكون شكلها كويس نوعا ما وتتحط على الحيطه وما تكونش مكلفه. وفعلا ده اللي انا عملته. خدت الصور دي ورحت بيهم على اقرب مكتبه كبيره، وبدات ان انا اطبع الصور دي يكون شكلها حلو زي ما انتم شايفين كده. فانا جاي علشان اقول لك، لو انت شخص مبتدئ وحابب تعمل مكان بسيط، مش بالضروره خالص انك تصرف فلوس كتير. كل اللي انا عملته ان انا جبت ركن من الحيطه من الصاله بتاعتي، وبدات ان انا اشتغل بتكلفه بسيطه. يعني الحيطه اللي ورايا دي اللي تعتبر حيطه، دول 3 ورقات الباناسونيك اللي لونه اسود، كل واحده ب 22 جنيه. فانت لو جيت حسبتها هتلاقيني هنا دافع بتاع 65 جنيه. وبالنسبه للخلفيات اللي ورايا، فانت بكل بساطه تقدر تدخل على جوجل وتكتب وول بيبر 4K وتنقي الخلفيات اللي عجباك. بس المهم انك تنزلها بكواليتي عالي، وتروح بعد كده على اقرب مكتبه تكون كبيره شويه وبتطبع الورقه دي كلفتني 12 جنيه الواحده. فبجد لو انت عايز تبدا، الموضوع بسيط خالص ومش هيكلفك اي حاجه غير المحتوى اللي انت هتقدمه. كل الحوار اللي انتوا شفتوه ده مش مكلفني حاجه يعتبر بالنسبه للاماكن اللي احنا بنشوفها على اليوتيوب او على النت، يقول لك صرفت مبلغ كذا ولا مبلغ كذا. الموضوع بسيط فوق ما تتخيل. بس كده يا معلم، اشوفك الفيديوهات الجايه. يلا سلام.